يا صباح الورد والفل واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن مطبخ صغير لكن شيك ومرتب، وهنتكلم عن اسرار تنظيم كل زاوية باحتراف، لان كتير مننا بيشتكي ان المطبخ الصغير وان مفيش مساحة وكل حاجة مزنوقة مع بعضها. بس الحقيقة مشكلة مش في المساحة، مشكلة في التنظيم. ففي الفيديو ده هنحاول مع بعض ان احنا نحول المطبخ الصغير من مكان مزعج لمكان مريح وعملي وشيك جدا، وهنحاول نستغل كل سنتيمتر، وهنخلي حتى كاونتر صغير يبان واسع ومنظم. فيلا بينا نبدأ خطوة بخطوة، وخليكي معايا للنهاية لان في افكار بسيطة هتفرق معاكي جدا. في البداية كده لازم نفهم المشكلة، فقبل ما ننظم لازم نفهم ليه المطبخ بيبقى مكركب. طبعا عشان بيكون في ادوات كتير مش بنستخدمها، ممكن نكون بنخزن تخزين عشوائي وبنستغل المساحات غلط، وعلى طول الكاونتر مليان حاجات بدون ترتيب. فأول حاجة لازم نعرفها إن كل حاجة بيبقى ليها مكان، ودي قاعدة مهمة جدا لازم نحطها في الاعتبار. وعشان نعمل ده لازم نبتدي بمرحلة إن احنا نفضي المطبخ بالكامل، ودي أول خطوة حقيقية في النظام. طلعي كل حاجة بره، وبعدين اسألي نفسك، هل أنا هستخدم الحاجة دي فعلا؟ وياريت تقسمي الحاجة ل3 مجموعات: حاجات بنستخدمها يوميا، وحاجات بنستخدمها أحيانا، وحاجات مش محتاجينها. الحاجات اللي انت مش محتاجاها زي الحاجات المكسرة او الحاجات اللي عدى عليها زمن طويل ادمت، اتبرعي بيها او شيليها بعيد. فلما بتعملي كده بتتفاجئي قد ايه المساحة زادت. وبعد كده ابتدي في التخزين الذكي. دلوقتي بقى نبدأ نرجع الحاجات بس بطريقة ذكية. طبعا بنستخدم علب شفافة، بنستغل الأدراج كويس، وبنستخدم كمان فواصل للأدراج أو منظمات الأدراج. ودايما استعيني بالعلاقات بتاعة الأدوات فوق البوتاجاز أو فوق الخلاطات بدل ما تسيبيها على الكونتر. وافتكري ان العين بترتاح لما كل حاجة تبقى واضحة ومنظمة. ونيجي للخطوة اللي بعد كده، ان احنا نستغل اي مساحة عندنا في المطبخ. فلو المطبخ صغير فكل زاوية بيبقى ليها قيمة. استغلي باب الدولاب من الداخل، واستخدمي أرفف إضافية، ده بيفرق معاكي جدا وبيزود من المساحة التخزينية. استغلي المساحة فوق التلاجة، وحطي بقى سلال من الخوص أو البلاستيك وخزني فيها الحاجات اللي بتستخدميها نادر، يعني مش يوميا. وركبي علاقات على الحيطة، ودي بتفرق جدا. فالحيطة ممكن تبقى معاكي مخزن ذكي. وطبعا من حاجات الحلوة جدا في استغلال الحيطان هي الأرفف المعلقة، بتبقى شيك وجميلة لو عملتيها من الخشب او من المعدن او من البلاستيك، برضو بتأدي الغرض وبيبقى شكلها شيك.
والعلاقات طبعا على الحيطان دي حل ذكي جدا. ونيجي للخطوة اللي بعد كده وهو تنظيم الكونتر. فالكونتر هو أهم جزء في المطبخ، ولو اتنظم صح كل حاجة هتبقى أسهل وأنضف. فأول قاعدة، سيبي مساحة فاضية وما تخليش الكونتر كله متغطي، حطي بس عليه الأساسيات. حطي ماكينة القهوة وبرطمانات شكلها شيك وحامل السكاكين، واستخدمي بقى الصواني الصغيرة اللي بتجمع الحاجات بدل ما تبقى مبعترة، وخلي الألوان هادية عشان تحسي بالراحة. نيجي للنقطة اللي بعد كده، حطي بقى اللمسات الجمالية. احنا مش بنهتم بس بالتنظيم لكن كمان بالشكل الجميل. فهنحط نبات صغير، طبعا اي مكان بيبقى فيه نبات ده بيضيف للمكان حياة وروح. والإضاءة تبقى هادية، وحطي برطمانات متناسقة، وحتى الفوط بتاعة المطبخ تكون بألوان مريحة ومتناسقة مع باقي الديكور. هي حاجات بسيطة لكن بتفرق جدا وبتديكي منظر هايل ونتيجة هايلة في النهاية. وخلي عندك روتين يومي بيبقى تقريبا 10 دقايق. فالمشكلة مش في الترتيب، المشكلة في الاستمرارية. فخلي عندك روتين بسيط 5 دقايق قبل النوم عشان ترتبي المطبخ. خلي كده دخلة سريعة، شوفي اي حاجة مش في مكانها حطيها في مكانها، اي حاجة عاملة زحمة على الكونتر شيليها. خلي بس الاساسيات اللي انتي بتستخدميها كل يوم وتبقى في متناول ايديكي. ولو في اكياس مترمية حطيها في اماكنها، ونضفي الاسطح، واغسلي المواعين اول باول، وبكده المطبخ يفضل دايما منظم بدون مجهود كبير. وواحدة من أهم أسرار التنظيم الاحترافي إنك تقسمي المطبخ لمناطق: منطقة التحضير، ومنطقة طهي، ومنطقة تخزين، ومنطقة تنظيف. ولما كل منطقة يبقى ليها أدواتها هتوفر وقت ومجهود كبير جدا. مثلا الأدوات اللي بتستخدميها في الطبخ خليها جنب البوتاجاز، وحطي أدوات التقطيع جنب الكونتر، ده بيخلي حركتك سهلة وسريعة. وبرضو من الحاجات المهمة جدا تنظيم التوابل باحتراف، لأن التوابل من أكتر حاجات اللي بتسبب فوضى. فالحل ان انتي تستخدمي برطمانات موحدة، واكتبي اسم كل نوع على البرطمان ورتبيهم حسب الاستخدام. ولو المساحة عندك صغيرة استخدمي رف صغير أو درج مخصص، كده هتحسي ان مطبخك بقى أفخم وأسهل. ومن الحاجات اللي بتنظم برضو المطبخ الأطعمة الجافة زي الرز والمكرونة والبقوليات. طبعا كلها لازم تبقى في علب محكمة الغلق، لان انتي بتسيبيها مكتومة في الاكياس بتاعتها، ده ممكن يسبب ليها ان هي تسوس. فلازم تبقى في علب محكمة الغلق عشان تحافظ على الاكل وتمنع الفوضى، وبيبقى سهل الوصول اليها، وكمان بتخلي الشكل العام شيك جدا.
وخلي كل نوع في علبة واضحة، وكده هتعرفي كل حاجة عندك واللي خلص واللي مخلصش، ومش هيبقى متعب الحصول عليها. واهتمي برضو بالعلب والمنظمات اللي بتحطي فيها الشاي والقهوة، ونظميها على الرخامة، بتدي شكل شيك جدا. والبلانشات الخشب برضو بتدي شكل راقي على الرخامة. والتلاجة طبعا جزء مهم جدا من التنظيم، فدايما بنقسمها رف للخضار، رف للمنتجات الجاهزة، رف للمشروبات، واستخدمي علب صغيرة عشان تنظمي الحاجات. واهم حاجة تخليش حاجة تستخبى في الخلف، عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامك، عشان في حاجات بتستخبى وبنكتشف ان هي باظت في التلاجة. خلي كل حاجة قدامك وعشان تعرفي اللي ناقصك كمان. ومن الحاجات برضو المهمة تحت الحوض، فالمنطقة دي دايما بتبقى مهملة، لكن ممكن ان احنا نحولها لمكان منظم جدا باستخدام السلال الصغيرة، وبفصل ادوات التنظيف، وان احنا منحطش حاجات كتير. وبرضو خلي كل حاجة في مكانها عشان تبقى سهل الوصول اليها. ونظمي بقى الادوات الصغيرة، المعالق والسكاكين، فلو اتسابوا عشوائي بيعملوا فوضى كبيرة. فاعملي منظمات للأدراج، او حطي فواصل للأدراج. وحمل السكاكين برضو من الحاجات الرائعة جدا، بتبقى شكلها جميل جدا على الرخامة. وحطي كل حاجة في مكانها بنظام. وفي فكرة في التنظيم مهمة جدا اسمها التدوير. يعني ايه؟ يعني الحاجات القديمة بتتحط قدام والجديدة ورا، عشان نقدر نستخدم كل حاجة قبل ما تبوظ. فكرة بسيطة لكن بتوفر فلوس كتير. وفي حاجة مهمة عايزة اكلمك فيها قبل ما تشتري اي حاجة. اسألي نفسك انت عندك مكان ليها، وهل انت محتاجاها فعلا؟ فالمطبخ الصغير مش محتمل اي تجديس، لكن محتاج اختيار ذكي وتفكير صح. ومن الحاجات الجميلة اللي بتوفر في المساحة هي افكار بسيطة بس عبقرية. نستخدم علاقات للأكواب أو حوامل المجات، وبنستخدم الرفوف المتعددة، وبنستغل كل زاوية في المطبخ. وبنستخدم علب بتبقى قابلة للتجديس. فالأفكار دي بتوفر مساحة رهيبة في المطبخ. في فكرة الترابيزة برضو، دي فكرة جميلة جدا، بتوفر برضو مساحة في المطبخ. فاستغلال كل زاوية ده مهم جدا لو المساحة صغيرة. وطبعا لما بنظم وارتب المطبخ ده بيكون ليه تأثير جامد جدا على النفسية. فالمطبخ المنظم بيأثر على الحالة النفسية. صدقيني المطبخ المنظم بيخلي الواحد أهدى ومركز وبيبقى عنده طاقة. لكن لو المطبخ
مش منظم وكل حاجة تتحط بعشوائية، ده بيتعب جدا، وبنبذل مجهود ان احنا نلاقي الحاجة والوقت بيضيع مننا، بنبقى تعبانين، لكن النظام بيريحنا. وخلي عندك روتين سريع جدا، امسح الكاونتر وارجع كل حاجة مكانها واغسل المواعين، حتى لو 5 دقايق بس، ده بيحافظ على المطبخ طول اليوم. وطبعا عايزين نتحدى نفسنا ونتحدى المطبخ الصغير، فأقولك على تحدي ال7 أيام، وكل ده في 5 دقايق. جربي التحدي ده. اليوم الأول هتتخلصي من الحاجات القديمة، واليوم التاني نظمي الأدراج، اليوم التالت نظمي الكاونتر، واليوم الرابع اغسلي التلاجة ونظميها، واليوم الخامس نظمي التوابل، واليوم السادس نظمي تحت الحوض، السابع حطي اللمسات الجمالية. وطبعا في نهاية الأسبوع هتشوفي فرق ضخم جدا، وكل ده هتعمليه في 5 دقايق من يومك، ومش هتتعبي خالص. لكن لو كونتي كل الحاجات دي في يوم واحد مش هتنظمي كويس، وهتحسي بالإجهاد والتعب. ومن الحاجات برضو اللي بتعمل كركبة في المطبخ تنظيم الأدوات الكهربائية زي الخلاط والكتل والكبة. كل الأجهزة دي لو اتركنت على الكونتر بتاخد مساحة وبتعمل زحمة، فالحل ان الأجهزة اللي بتستخدم يوميا خليها قريبة، والباقي بيتخزن في دولاب مخصص. ولو المساحة صغيرة حطي الأجهزة في صندوق أو سلة أنيقة. الفكرة ان الكونتر بيفضل فاضي قدر الإمكان. ومن الحاجات برضو اللي بتعمل زحمة في المطبخ الحلل والطاسات، فالحلل من اكتر الحاجات اللي بتعمل فوضى، فبدل ما تكدسيهم فوق بعض استخدمي فواصل رأسية ورتبيهم حسب الحجم، وخلي الغطا في مكان منفصل، كده هتوصلي لأي حاجة بسهولة ومن غير مجهود. واهتمي برضو بتنظيم الفوط والمناديل، فتفصيلة صغيرة زي دي بتفرق جدا في المطبخ. خصصي درج أو سلة للفوط، لفيهم بشكل مرتب، ودايما حافظي على نظافتهم، فالتفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الشكل الكبير. ودايما في المطابخ الصغيرة لازم نستغل كل حاجة ونستغل الأبواب، فباب الدولاب مش مجرد باب، ده مساحة إضافية ممكن تستغليها. فممكن نحط علاقات للمعالق، مكان للتوابل، وممكن نحط برضو أرفف عشان نخزن عليها الأكياس. فكل حاجة في المطبخ الصغير نحولها لمساحة مفيدة. وحاولي تنظمي حسب الاستخدام اليومي، فاسألي نفسك ايه اكتر حاجة بنستخدمها كل يوم، وطبعا خليها في متناول ايدك. يعني ادوات الفطار خليها قريبة، وادوات الطبخ
والحاجات النادرة حطيها فوق أو بعيد. ده بيخلي المطبخ عملي جدا. ومن الحاجات اللي ما بناخدش بالنا منها الفريزر، والفريزر ده بيبقى فوضوي عند ناس كتير. الحل: قسمي الأكل في أكياس واكتبي عليه التاريخ، أو استخدمي سلال صغيرة عشان تنظمي الفريزر. ده بيوفر لك وقت وبتقللي الهدر في الأكل. ودايما خلي عندك ركن ثابت للتنظيف، اسفنجة، سائل تنظيف، فوط، كل حاجة في مكان واحد. ده بيخلي التنظيف أسرع وأسهل. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا: الإضاءة. فإضاءة المطبخ وتأثيرها. فالإضاءة مش رفاهية، دي عنصر أساسي. فحطي بقى إضاءة قوية فوق الكونتر، إضاءة هادية للشكل الجمالي. فالنور الصح بيخلي المطبخ يبان أوسع وأنظف. وطبعا الألوان برضو بتلعب دور كبير جدا. فالألوان الفاتحة بتدي إحساس بالوسع، أما الغامقة بتدي إحساس بالزحمة. فاختاري ألوان هادية عشان تدي راحة للعين. ودلوقتي هقولك على حيل نفسية للتنظيم المستمر. فأكبر مشكلة في الترتيب مش الترتيب نفسه، لكن في الاستمرارية. فجربي الحيل دي، ما تسيبيش حاجة في غير مكانها. طبقي قاعدة الدقيقة الواحدة، ان انتي اي حاجة بتاخد منك دقيقة اعمليها. خلي الشكل الحلو قدامك، ده بيديكي راحة نفسية. وطبعا يوم السوق ده بيبقى يوم عالمي، فلما بنرجع الدنيا بتكركب، فلازم تنظمي المشتريات بعد العودة مباشرة من السوق. فأول ما ترجعي من السوق ما تسيبيش الأكياس على الأرض، ولكن رتبي كل حاجة فورا وحطيها في مكانها. ونضفي العلب لو محتاجة وحطي فيها الحاجات إذا كان فاكهة أو خضار. الخطوة دي بتمنع الفوضى من البداية. واعملي تنظيف عميق أسبوعي، مرة في الأسبوع. اعملي إعادة ترتيب خفيفة، امسحي الرفوف وراجعي الأكل وشيلي أي حاجة مش محتاجاها. ده بيحافظ على النظام دايما. فلو مطبخك صغير جدا ما تقلقيش، استخدمي أرفف مفتوحة وقللي الأدوات واعتمدي على البساطة. فالبساطة هي السر الحقيقي. وعايزاكي بعد ما تنظمي المطبخ تشوفي مطبخك بقى شكله كان ايه وبقى ايه، فهتلاقي فرق كبير في الشكل والراحة والسرعة. كل ده بسبب خطوات بسيطة. وفي النهاية المطبخ مش مجرد مكان للأكل، ده مكان للراحة والهدوء والحياة البسيطة. فكل خطوة صغيرة بتفرق، وكل تغيير بسيط بيصنع نتيجة كبيرة. ابدأي دلوقتي حتى لو بخطوة واحدة، ومع الوقت هتلاقي نفسك وصلتي لمطبخ مثالي. ولو عايزة دايما أفكار سهلة وسريعة وأفكار عن الديكورات والجمال والتنظيم، فخليكي معانا وتابعي فيديوهاتنا. اكتبولي في التعليقات هل الأفكار دي عجبتكم، وهل
الفيديوهات عن تنظيم المنزل وتنظيم المطبخ وترتيبه بيعجبكم وتحبوا فيديوهات اكتر عن المواضيع دي، اكتبولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وتشاركوه لأصحابكم عشان يوصلكم كل جديد في عالم الديكور والجمال والتنظيم. شكرا على المتابعة، وقتكم الجميل. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.